اليوم 20 نجمة خافتة. رأيت نجمة خافتة الليلة، لم تكن الأكثر بريقا في السماء، ولم تتباهى بضوء يلفت الأنظار، لكنها كانت الوحيدة التي شدتني دون أن أعرف كيف أو لماذا. وقفت طويلا أحدق بها، أحاول فهم سر هذا الوميض الهادئ، كأنه نبض صغير يصر على الحياة رغم ازدحام الظلام حوله. وفي تلك اللحظة لم أفكر بشيء أكثر منك. أدركت أن الجمال ليس صخباً ولا ضوءاً يتفاخر أمام العيون. الجمال الحقيقي هو ذاك الذي لا يطلب أن يرى، لكنه حين يلاحظ يترك أثراً لا ينسى. أنت تشبهين تلك النجمة تماماً، لا تتكلفين في حضورك ولا تحاولين أن تبهري أحداً، لكن هدوءك يحمل شيئاً أعمق من أي ضوء صاخب. كنت دائماً لامعة بطريقتك الخاصة، بطريقة لا يعرفها إلا من يتقن النظر بقلبه. ربما يراك البعض عادية أو بسيطة أو صامتة أكثر مما يجب، لكن من يقترب بما يكفي يدرك أنك لست نجمة تضيء السماء، بل نجمة تضيء الداخل، نجمة تعلم من يراها أن النور لا يحتاج إلى قوة بل إلى صدق. وأنا لا أعرف لماذا تختارين الظهور في ذاكرتي بهذه الخفة، بهذه السرعة، بهذا الهدوء الذي يربكني أكثر مما يريحني، كأنك تنادينني من بعيد، من مسافة ضوء. عندما رأيت تلك النجمة تمنيت شيئا واحدا فقط، أن أبقى قادرا على رؤيتك حتى لو خفت، حتى لو ابتعدت، حتى لو صرت نقطة صغيرة في أفق لا يراه أحد غيري. لأن بعض النجوم لا تضيء السماء بل تضيء صاحبها، وأنت إحدى تلك النجوم.